القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله جميل، والتي عندما تقرأها يفتح الله عليك فتوح العارفين فيريك حقائق الأمور، وأن حقائق الأمور في بواطنها ليس في ظواهرها فقط. وعندما تقرأها ترى حل مشاكلك، ولماذا دلك الله على هذا الطريق، ولماذا صرف عنك هذا الطريق، وكيف سيفتح الله عليك، وكيف سينور لك دربك خطوة فخطوة، والتي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها قائلا: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فما هو هذا النور؟ تبدأ بقراءتها يوم الجمعة صباحا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تبدأ بقراءتها بحمد الله تعالى وببشارة المؤمنين بالأجر الحسن وإنذار المشركين بما يفترون على الله، فتصل لقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك مهلك نفسك يا محمد على أن يؤمنوا بهذا الدين. وكأن الله تعالى يخاطب المؤمنين من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنك ستتعرض من خلال حياتك الشخصية أو حياتك على العموم لمواقف ربما تكون فيها على صواب، والذي أمامك يعلم تمام العلم أنه على خطأ، وانت مأهور من قلبك أنك عارف أنه هذا الشخص على غلط، وأنك عارف أنه هو عارف أنه على غلط، ومع هيك ما بده يندل على الصواب. أيها المؤمن ليس عليك سوى تبليغ هذا الشخص، وعلى الله الهدى. لذلك قال الله تعالى في موضع آخر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتقرأ الآيات بعدها فيذكرك الله تعالى أنك في دار بلاء، وأنك يجب أن تظهر أحسن ما لديك. فيقول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أن هذه الأرض بأجمل ما فيها وأوسخ ما